نشوف الصور. هذا البيان تفضل شمس مختصر بس. ده الكارثه، ده لا يوجد فيه اختصار، ده كارثه. ده طلب من نادي الزمالك، وده طبعا من الصديق العزيز سانتياغو، هو اللي توصل للمستند، وبناء عليه ده طلب من نادي الزمالك للجهات المختصه للسماح ليهم ببيع بعض الوحدات المزمع انشائها، الوحدات التي لم يتم بنائها في فرع النادي في 6 اكتوبر، وطلب ان هم يمددوا مده العمل اللي هو الانشاءات من 3 ل4 سنوات. طب على اي اساس المجلس الحالي اللي هو مدته 4 سنوات عدت منهم سنه بيبيع من اصول النادي؟ هل هو البيع اساسا قانوني او غير قانوني؟ هو غير قانوني ولا يستوجب الموافقه. طب بناء عليه بتفكر تبيع من اصول النادي؟ يعني انت حتى لما تمشي من النادي الارث اللي انت تركه للنادي مباع؟ لا يجوز أصلاً. فين لا فن يجوز. الاداره؟ يعني انت اداريا فين؟ قناه نادي الزمالك اللي وصلت بها التدهور حاليا ان مذيع عندنا مقدم برامج اسمه احمد علي، مقدم برامج محترم جدا، بقاله شهرين قاعد. على اي اساس هو ممنوع من الظهور على القناه؟ على اي اساس؟ الشق الثاني، اداره نادي الزمالك في الوقت اللي اداره النادي الاهلي بتسعى في الصفقات وفي الانشاءات وفي الفروع الخاصه بالنادي الاهلي وفي المشاركات في البطولات وفي الاستثمارات، اداره نادي الزمالك ماذا فعلت؟ هل وجدت شركه لاداره قناه نادي الزمالك للاستثمار باي هل وجدت شركه للاستثمار داخل نادي الزمالك؟ كل اللي عملته اداره نادي الزمالك بسم الله ما شاء الله الكابتن حسين لبيب حرر محضر ضد مشجع زملكاوي. طيب زين، شكرا كابتن شمس.